السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم عيش التوست بأسهل وأسرع طريقة اقتصادية جدا من غير بيض ولا زبدة، وبيطلع هش وخفيف وطعمه حلو جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. بسم الله. أول حاجة هجهز الخميرة. عندي كوباية من اللبن الدافي، هحط عليها معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقتين سكر، وهقلبهم كويس لغاية ما الخميرة والسكر يدوبوا، وهغطيهم واركنهم على جنب مدة 10 دقايق لغاية ما الخميرة تنشط وتتفاعل. وهنا عندي 3 كوبايات من الدقيق، نخلتهم الأول ونزلت بكوبايتين ونص في البولة اللي هعجن فيها، وبخلي نص كوباية الدقيق جنبي هضيف منها لو لقيت العجينة محتاجة، وهضيف على الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب الدقيق مع الملح كويس. وهضيف دلوقتي الخميرة بعد ما عليت وتفاعلت وبقت بالشكل ده. والأول هبدأ التقليب بمعلقة، وهضيف دلوقتي معلقة كبيرة من الخل وابدأ اقلبها مع العجينة. الخل هنا هو اللي هيدي التوست الهشاشة والخفة، لان طبعا احنا عاملين العجينة اقتصادية جدا، ما فيهاش لا بيض ولا زبدة، فإضافة الخل هتكون مادة رافعة بديلة للبيض، هتديني الهشاشة والطراوة لعجينة التوست. ودلوقتي لقيت العجينة محتاجة دقيق، فضفت معلقتين من الدقيق وبرجع أخلطهم مع العجينة كويس. العجينة تقلت فهشيل المعلقة وابتدي أعجن بإيدي. وهنا زي ما انتوا شايفين الدقيق اختفى، لكن لسه العجينة طرية وبتلزق، فهضيف باقي كمية الدقيق. كده أنا حطيت ال3 كوبايات كلهم، وهبدأ ألم العجينة وأعجن تاني لغاية ما الدقيق يختفي وتتكون عجينة ناعمة طرية مش بتلزق. ده بيكون شكلها خلاص لمت وما بقاش فيه أثر للدقيق، وبقت العجينة طرية وفي نفس الوقت متماسكة مش بتلزق. دلوقتي هضيف عليها معلقتين من السمن او الزيت، بس السمن افضل. ويا سلام لو عندك مكعب كده من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ بتضيفيه عليها وترجعي تعجنيها تاني، بس انا النهاردة بضيف سمنة عشان انا عاملاها اقتصادية وعلى قد الايد، فمش هنضيف زبدة، يعني كل واحد يعمل بالموجود عنده. وهنا بعد اضافة السمن بعجن العجينة بتقطع معايا، بس ما تقلقيش لو عملت معاكي كده بترجعي تعجني تاني مدة مش اقل من 10 دقايق، هي العجينة بترجع تلم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين العجينة لمت ورجعت تاني عجينة ناعمة طرية جميلة. بلم العجينة كده وبحطها في البولة وهدهن وشها بمسحة زيت او سمن، واغطيها واسيبها في مكان دافي تتخمر. احنا دلوقتي في الصيف، فهسيبها مدة من نص ساعة لساعة الا ربع لغاية ما تتخمر ويتضاعف حجمها. ولو انتوا بتعملوها في الشتاء هتسيبوها مدة من ساعة لساعة ونص. وهنا انا بجهز قالب الخبز، بدهنه بالسمن دهنة كويسة كده من تحت ومن الجوانب. وهنا العجينة بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها هفردها على مفرش او على الرخامة. بفردها الاول بايدي، بتتفرد بكل سهولة. ودلوقتي بستخدم النشابة لفردها، بفردها على شكل مستطيل واحاول اظبطها، وبظبط العجينة بحيث يكون عرضها هو عرض القالب. بقيس القالب كده على العجينة وبرجع افرد العجينة لغاية ما تتفرد بسمك 1 سنتي. كده تمام، العجينة اتفردت وبقى هو السمك اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين حوالي 1 سنتي. ببتدي بلف العجينة، بعملها على شكل رول كده بتتلف معايا بكل سهولة، وبضغط عليها بالراحة عشان اخرج الهواء. اهم حاجة وانا بلف كويس علشان الشكل يكون منتظم ويطلع حلو، وبساوي الجناب واظبطها. وبالنسبة بقى لأطراف العجينة هبتدي اقفلها كويس عشان الشكل يكون حلو ومنتظم وما تتفتحش اثناء التسوية. وبساوي جوانب العجينة واتأكد انها اتقفلت كويس. كده تمام. دلوقتي هشيل العجينة بالراحة جدا واحطها في القالب. العجينة طرية عشان ما تتقطعش منك، بالراحة جدا.
وبخلي تقفيلة العجينة هي اللي من تحت والناحية المستوية هي اللي من فوق. بحطها في القالب واسويها بضغطة خفيفة لغاية ما تاخد شكل القالب بالشكل ده، واغطيها واسيبها نص ساعة تخمر. ده التخمير التاني، طبعا بياخد مدة اقل من التخمير الاول، ولو في الشتاء هتسيبيها تخمر مدة ساعة. وده شكلها بعد التخمير زي ما انتوا شايفين ارتفعت وعليت ازاي. وهدخله دلوقتي الفرن سخن جدا، كنت مشغلاه من 10 دقايق على درجة 200. واول ما بدخله بهدي النار لدرجة 180 وبحطه في اعلى رف. الرف اللي تحت الشواية بياخد من 25 ل 30 دقيقة وبيطلع بالشكل ده. ولو التوست استوى ولسه ما خدش اللون الذهبي الجميل ده، شغال الشواية مع المتابعة لغاية ما ياخد اللون. واول ما بيطلع من الفرن على طول وهو سخن بغطيه بفوطة عشان يطرى. وهنا بعد ما برد شوية هدهنه دهنة خفيفة بالسمنة بتديله لمعة حلوة. ممكن تدهنوه بالزبدة لو متوفرة عندكم. وبرجع اغطيه تاني واسيبه يبرد تماما قبل ما اقطعه. ريحته جميلة وهش جدا ولونه ذهبي تحفة. بجد التصوير ظلمه، واخد لون جميل من كل ناحية، هش جدا كأنه كيكة اسفنجية. ودلوقتي بعد ما برد تماما هبتدي اقطعه. بيتقطع لازم بسكينة مشرشرة. شكله من جوه جميل ومنتظم مفهوش فراغات، ده نتيجة اني لفيت العجينة وقفلتها كويس. ودايما قطعي على قد الاستخدام، والباقي بتشيليه زي ما هو من غير تقطيع، بيتلف في فوطة نظيفة، وكمان بيتحط جوه علبة بلاستيك عشان يفضل طري. ممكن تشيليه في التلاجة من تحت او ممكن تشيليه في الفريزر وتطلعي قبل الاستخدام ب10 دقايق، او تسخنيه في الفرن بيكون كأنه طازة طري وجميل. من اسهل المخبوزات اللي ممكن تعمليها وهينجح معاكي ان شاء الله من اول مرة. اعمليه بديل للعيش الفينو على الفطار والعشاء، وفطار سريع للأولاد قبل ما يروحوا المدرسة، مع الجبنة مع النوتيلا، وممكن ياخدوه معاهم في اللانش بوكس. ان شاء الله الايام الجاية هعمل لكم وصفات حلوة قوي تنفع للمدارس. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.